السلام عليكم خوتي. الفترة الأخيرة دخلنا في مرحلة اكتئاب حادة يا جماعة الخير. السمانة هادي راني داخل في بضايا زيد كوب دافريك، الدنيا تبدلت، ما راني فاهم والو يا جدك. حاجة ما تفهمها في الشعب هذا، حاجة ما تفهمها في البلاد هذه. الحاجة اللي كنا نفرحوا بها هي البالو اللي وصلنا درك يكسر لك راسك. في هذه الحلقة راهي نذكروا الأسباب اللي ما خلاوناش نكاليفيو يا جماعة، اللي هما واضحين باينين خلاص. اولهم يا جماعه نبداو بالماضي دائما عايش في الماضي. دائما عايش في الماضي، ما تكسرليش راسك. درك فكرنا منه راح يا جماعه، وكاين اخبار يقول لك بلي راح يجيبوا لنا دي زونترينور جدد، وعلى راس القائمه جماعه اللي هو زين الدين زيدان. انا نرجع للريال يا جماعه بيسك راني مانيش مامن بلي راهم هضروا مع زين الدين زيدان اللي اصلا دومونداتو البرازيل العام اللي فات وما قبلش يا جماعه، ما قبلش حتى يونطريني لهم ولا يرجع للريال مدريد. هيونطريني للجزائر اللي تعتبر بلاده الثانيه نورمالمون، واللي بعده جمع اللي يعتبر ثاني في راس القائمه لونطرينور تاع السعوديه اللي فات، اللي حط قوه تكتيكيه، اللي دخل السعوديه في الفيستير وبهدلهم باسكو الناس جات تتفرج غير ميسي، حتى خرجوا بعد ماركاو زوج بيوت في الميطو الثاني، نقلبوا تجد الطابله على الارجنتين اللي هو الماتش البك اللي خسرته الارجنتين في الكوب دي موند اللي فات. فهذه عجبني، والصح تاع يولي اونطرينور الجزائر كونتر ما راح يقلب الطابله كونتر الموزمبيق. يعني ما فهمتش يا جماعه، دي فوا لافريك تخمم بالحوافر، ما تخممش ما في مخمش السائل هذاك. السائل راكم فهمتوا السائل. من اسباب ثاني اللي ما تاهلناش يا جماعه اللي هو رياض محرز. قدام الناس نكروا الخير تاع رياض محرز. نسيتوا بلي ماركا لكم كوفرون في الاخر تاع الماتش تاع النيجر، نسيتوا نكارين الخير. بصح يا جماعه ما نسحقوش يبقى هكا، لازم يشبح روحه. يعني وراه الحال فات الاوان، درك ما تكاليفيناش، درك محرز يروح للسعوديه وسط ولادو ولا بناتو، المهم يرجع الاهلي السعودي، يرجع يلعب كونترول المهم يا جماعه، انا الحاجه اللي تحيرني في محرز انه ما يقدرش يلعب مع الجزائر. سبحان الله العظيم، اللقطات اللي صراحه مع مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو يحلم انه يحقق زيهم. المهم نزدت فيها شويه، مي جماعه لازم يشبح روحه، لازم بصح ما تنكروش الخير ثاني. راكم زدتوا فيها انتم ثاني يا اخوتي.